فهاد الوقت هذا في الحياه اليوميه ديالنا بزاف المرات كنلقاو راسنا غارقين في ستريس، نيجاتيف انرجي، الاوفر ثينكين وزيد. ولكن الا قلت لك كاينه واحد سوليوشن ساهل اللي بدلات حياتي ويمكن تبدل حياتك حتى انت، فيلا نجربوا المديتاسيون لمده ديال 30 يوم. الله بحر شميشه جو زوين، احسن وقيته باش نبداو هاد التشالنج هذا يكون ساهل اصاحبي. ودرنا الجيتار، السيرف، الكودين، فين فوتوغرافي، وطلعنا توبكا على الصاد بزاف يا خو. دابا خصني غير نجلس وما نفكر في واحد، نغمض عيني اجي. طلقت الريكو داباك؟ لا واقيلا طلقت، انا ما طلقتهاش صافي. حتى اللي ما طلقتهاش نعاود الفيديو اخر. يلا سير فكر في المديتاسيون. اجي تخيل الصاد فوكس ما يكونش عليا، ما خاصكش تفكر. ميديتاسيون دابا خصني نجلس 30 دقيقه كل نهار، وين ما نلقاش الوقت ياك ناري. والثاني سكيل صعيبه ولينا كنسمعوا بزاف على الميديتاسيون والناس كيهضروا عليها، ما بقاوش غير شي ناس بوحدهم اللي كيديروها. انا بغيت تهاج نفسك من الاكتئاب. والسبب المهم هو الفوائد ديال الميديتاسيون. كتزيد من الفوكس، كتحسن من النعاس ديالك، كتحسن من الصحه ديالك، ديكريز من ستريس انكزايتي، وصوت كتزيد حتى في العمر ديالك. And meditation can provide age-defying powers. فاجل اخويا، هذاك 60 عام كنتي غتعيش غتولي 70 عام. ولكن واخا هكاك ما كنديروهاش، وحتى الا جربناها ما كنطولوش فيها. داكشي علاش في النهار الاول حاولت نبدا التشالنج في شي بلاصه اللي عزيزه عليا، باش على الاقل نبداو التشالنج بواحد لي زيموسيون اللي زوينين. Day 1 completed 29 باقيين. فعرفت ان الميديتاسيون راه بيان سور كاع ما غنحس بالريزولتس من النهار الاول، بحال شي واحد شاف الفيديو ديال هباط وتموتيفا ومشى لاصال والليل بقى كيشوف راسو واش كاين ريزولتا ولا لا. خاصك تكمل وتجرب وتفشل باش تحس بالريزولتس. دونك البارح درنا 30 دقيقه الاولى. it wasn't perfect. هاد الحاجه اللي كنت نسيتها البارح، ان البارح ما كانش مثالي 100%. كنت كنفكر بزاف ديال الافكار، ما كنتش مفوكسي 100%. الحوايج الاولين في الايامات الاولى كانت عامره بالافكار، كلشي من الحوايج اللي ما درتش البارح، الحوايج اللي خصني ندير اليوم، ولا كاع هاد الفيديو اللي كتشوفوا دابا. كتفكر الفيديو كيخصو يكون وداكشي كامل. فهاد 15 دقيقه الفيديو ديال المديتيشن كاع لي بلون وكاع الايديتينغ ديالو فكرت فيه، كنمشي في الافكار الثاني ونرجع اكثر للمديتاسيون ما قديتش. واش هادشي كيجي بالبراكتيس ولا كاينه شي حاجه انا ما عرفهاش دابا؟ ولكن هذا هو التشالنج. فالتشالنج هو فرصه باش تزيد لقدام. هذاك النيجاتيف فيلين اللي كيجيك في الاول هو اللي كتحاول انك تحولو الاوبسيشن باش تولي مزيان في ديك الحاجه اللي باغي تتعلم. فاللي عرفت انه هو الاول ما خصنيش نطرد الافكار ديالي ولا نفورسي دماغي انه ما يفكرش. لا سوليوشن كاينه في هاد 5 الكلمات اللي بغيتك تفوكسي معايا غير في هاد البارت هذا، ومن بعد الفيديو ما فيه غير الضحك والنشاط. اوبزرفيشن، في بلاصه ما تغيزيستي الافكار ديالك لاحظهم وخليهم يدوزوا. ريدايركتين، حاول ترجع راسك النقطه الاولى اللي حطيتي في الاول انك خاصك تفوكس عليها. مثلا بالنسبه لي انا هو البريذين ديالي، بريزنت مومنت. مثلا غدير واحد المخده تحت ايدك، وفيما بديتيك تفكر بزاف ديال الافكار غتحاول تسويتشي المومون ديال الحاضر وتحاول تفيلي هذيك الايد فوق ديك المخده. بيشنس، اكسبتي ان الافكار راهما بارت من المديتاسيون بروسيس وعمرك ما تحارب. كومباشن، من الاخر حن في راسك وما تاكسبكتيش ريزولتس في النهار الاول. وجربت حتى الجايدد مديتيشن اللي عاونتني بزاف في الايامات الاولين كمبتدئ. من هني جربت بزاف ديال الانواع ديال المديتاسيون اللي ما كنتش غنعرفهم بوحدي. تسمع الصوت تاع البيردز والصباح، احساس واعر ديال بصح. سويا في المديتاسيون ماشي بالضروره ديروها في بلاصه وحده وديروها لداخل، يمكن ديروها في اي بلاصه. غالبا في الايامات اللي جايين غنبقى نقسم 15 دقيقه في 15 دقيقه باش نديرو 2 سيشنز تاع المديتيشن، حيت وحده فيها 30 دقيقه شويه ثقيله وشويه بزاف صراحه. ملي نحاول نطبق هادشي كامل ومن بعد 7 ايام ديال التشالنج هذا كنعقل في واحد المومون اللي عمرني ما ننساه. كانت قبل ما تشرق الشمس شويه، ما كاين الصداع، شويه العصافير بداو كيفيقوا وكيديروا داك الصوت الزوين ديالهم في الصباح. درت الكرونومتر باش نبدا الحصه ديال داك النهار وحسيت بان العالم توقف. ديك المكانه اللي درت في ايدي باش تحسب ليا الوقت ما بقاش ليها وجود. حسيت بواحد الحاجه غير كنت كنسمع بها.
تبداي في التشالنج هذا مع ناس اول نهار انت 30 دقيقه افري داي. خاصني نمشي دابا عاوتاني ندير 30 دقيقه باش يلاه تحسن. وإلا توجد 30 دقيقه في النهار ديجا كدير ميديتيشن رايت. نتوما تجربوا حيت فريمون غتبدلوا فيكم بزاف د الحوايج. يب تبارك الله عليك. تبدا معنا التشالنج هذا؟ لا كنخلط شقلب مع داك الشيء انا قلتها قلتها وإلا توجد 30 دقيقه في النهار ديروا جيم وسبسكرايب وشريو لا فيديو باش تيبورتيو. كل ما استمريت في التعمق في المديتاسيون بديت كنرفليكتيها على بزاف ديال الجوانب في حياتي. واحد من الريفليكشنز هو العلاقه ديالها مع الروحانيه وبشكل خاص بشنو كنآمن الان اللي هو الاسلام. فالاسلام كيشجعنا على ذكر الله واللي كيطرى غالبا في الصلاه ولا التامل. فالسكينه اللي لقيت في المديتاسيون وباش حسيت وانا كنميديتي هي بالضبط باش كنت كنحس وانا كنت متشبت اكثر هي بالدين ديالي فين كنت ديسيبليني. فالمديتاسيون ما كانش غير استراحه من الافكار ديالي ولكن وليت كنحس بها انها طريقه اكثر انني نفايندي فيها راسي وسبيريتواليتي ديالي. فكرت علاش ما نجمعش بشي حاجه اللي عزيزه عليا اللي هي الفوتوغرافي والميديتاسيون. كل مره كنت بريسي الشاتور ديال الكاميرا كتكون واحد اللحظه من التامل وكنكون مفوكسي غير على ديك اللحظه اللي كنصور. كازا مدينة عزيزة عليا بزاف لدرجة انني خدام دابا دوكيومونتير عليها ولكن راه بوحدها كتجيب لك بزاف ديال ستريس. ففكرت الا مشينا لشي بلاصه نقولوا كالم عليها واش هادشي غيعاون على البروسيس ديال المديتاسيون. دابا حنا في النص ديال الشهر ويلا نمشيو لواحد البلاصه اللي عزيزة عليا. جينا لهاد البلاصه اللي واعره بزاف اللي هي باغادي بلاج ايمي ودار. ماشي غير على قبل الفيديو تاع الميديتيشن مي حتى واحد البروجيكت اخرين مي غنستافد من هاد البليس هذا اللي واعر وغنديرو الميديتيشن ديالنا غنكملو بها التشالنج. في الاول بدينا في كازا بشويه صداع مي دابا قضيه خاويه باقا تقريبا 10 دايز ويسالي هاد التشالنج هذا وغنكملو هاد البلاصه اللي واعره. هنايا نديرو 30 دقيقه ديال التدين ان شاء الله. ليتس جو نديروها في هاد البلاصه هادي. واش حسيت بان اللوكيشن جديده عاوناتني في المديتاسيون ولا بحال شحال هادي؟ ياس عاوناتني بواحد الشكل كبير. فكل ما كينقص الصداع كل ما كتقد تفوكسي وكتكونسونطرا احسن على المديتاسيون. حتى الصوت ديال لا ناتور كيبوستي الدوبامين وشي كيجعل ان الاكسبيريونس ديال المديتاسيون تحسن بزاف وتنجويها. ديال اليوم دازت مزيان. كنت في الصباح درت 15 دقيقه ودابا درت 15 دقيقه اللي باقا ليا ونتمنى الاكسبيرينس هذه تعجبكم. ديال اكسايتد الاكسبيرينس الجايه غتكون سو ماتش فان حيت ارتاحين دابا في الميديتاسيون. دابا الاكسبيرينس الاخرى خاصها تكون فيري تشالنجين. واحد البوست خفيفه تراي تو جيس نيكست سكيل ديال اكسبيرينس وتزاق في الكومنتس اللي غيكون واحد سبور واللي جابها الاول غيربح فوتوشوت معايا فابور في البلاصه اللي بغا في المغرب. دونك غير كومونتي شنو هي في نظرك السكيل اللي غتكون جايه ديال الاكسبيرينس وتزاق. نكملوا الفيديو. وهاد 30 يوم هذيك تسالي نقدر نقول لكم انا متفاجئ بشنو وليت كنقد ندير ولا كيفاش وليت كنحس. هذاك الاوفر ثينكين اللي كنت كندير في الورك ديالي كامل مشى وليت سيمبلي كنوض وكندير الخدمه اللي عليا. فاستلا هاد التشالنج هذا وليت كنمشي مع الفلو ديال اللايف بلا ما نفورسي راسي انني نمشي في شي اتجاه محدد. كيف ما تعلمت انني ما نفورسيش الافكار ديالي وغير نلاحظهم ونخليهم يدوز. وبديت كنحس بالبريزنت مومنت اللي خلاتني انني نكون غريتفول وممتن وسعيد على اي حاجه عندي دابا واخا تكون فريمون صغير. بيان سور غنصحكم انكم تجربوا المديتاسيون وبيان سور غتبغيو حتى نتوما تحسوا بالفوائد ديالها ولكن غنقول لكم حاجه اخرى. هاد الحاجه كاينه في هاد الكوت هادي
ما تنساش سبسكرايب لايك كومنت، شجعنا فيه باش نقدر ندير فيديوهات اكثر بحال هذا. و see you in the next video. بسلام.